السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا عاملين ايه؟ كويسين. حصل فصل دلوقتي وانت على نفسي من الضحك. كانت بتوضب يا حبايب السفرة وقاعدة من غير قاعدة من غير التحجيبة وبصور بقى خلاص بقى، ولسه بقول لها 1 2 3. قالت لي ايه ده؟ ربنا ألهمني والله. الحمد لله ربنا جعلنا مستورين على طول. حبايبي انا طول النهار دنيا واخره، طول النهار يسالوا تونه كده، برتقانايه، استفنديايه، صح؟ انا جبت له اهو. هي نزلت رحت السوق جبت له. قالت لي انا نفسي اكل، هي اللي نفسها تاكل قرنبيط مش انا. يعني انا نفسي اكله، بس هي ايه قالت لا انا نفسي اكل قرنبيط واعمل لك انت ايه؟ قلت لها اعمل لي بطاطستين كده مهروسين بقى يعني مسلوق، خلاص بقى مسلوق برضه مسلوق يعني الحاجه دي نخف خلاص بقى، زهق منها بصراحه. ماشي يا حبايبي، واتفضلوا معانا. واحنا كنا بناكل معاها زهقنا برضه. بشكركم جميعا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم، والحمد لله كله. انا يا حبايبي هقول لكم على اخر حاجه قالها لي الدكتور. انا قلت لهم لا ما قلتش. احنا وصلنا اللي احنا ايه، ما كانش عايزنا ان انا اروح معاه، وبعد كده انا رحت. بصوا يا حبايبي، بقى الدكتور قال ايه؟ ان انا رحت للدكتور بالاشعاعات اللي هو قال لي عليها، اللي هي بتاعه الرقبه، على شرايين الرقبه وعلى شرايين الساقين، وديتهم له وكل حاجه تمام. هو نفسه كده والله. بص قال لي انا صريح معاك، العمليه بتاعتك خطره جدا وانا مش هعملها. انا ما جازفش وعملها. بيقول لي انا ما جازفش بيك. فبقول له ليه يا دكتور؟ قال لي بص الشريان الرئيسي اللي عند عضله القلب ده انا نفسي يعني عملت عمليات كتيره، فمش هجازف ومش هعرف اعمله، او مش هيتعمل بالمعنى اصح. فانا يعني هكتب لك جواب للدكتور جورج ان هو يعني يكثف لك العلاج عشان الشريان ده مش هينفع نعمل فيه اي حاجه، ومش هنعمل القلب المفتوح ديت، وهخليه يعمل لك يعني انا كاتب له في الجواب كده بان هو يعمل الدعامتين بتوع الشريانين، انما الشريان ده لا، انا هخليه يكثف لك كاتب له انا يكثف لك العلاج بحيث ان احنا ما نخاطرش. انا مش عايز اخاطر، يعني عمليتك خطره جدا فانا مش عايز اخاطر. الحمد لله يا حبايبي. بس هو والله الدكتور اللي قال لي كده، انا ما قلتلوش انا مش عايز اعمل ولا بتاع. انا رحت له بالحاجات اللي طلبها مني، قال لي لا انا مش هجازف ومش هعملها، انت عمليتك خطره. هي المشكله كلها في العمليه الشريان اللي احنا مش لاقيينه دوت. هو بيقول لي الشريان دون يعني مسدود لدرجه ان انا ما فيش يعني الدهون معدوم الرؤيه، مش لاقيينه خالص. اشعه بالمقطعيه عملتها مش أيوة. شايفه، موجات صوتيه مش شايفه، مش موجود، ايكو حديث مش شايفه برضه مش لاقيينه. فهو بيقول لي انا مش هجازف واعمل قلب مفتوح، يعني هفتح واقول ايه حد بادي، وفي الاخر خالص انا ما الاقي نفسي ما اعرفش اعمل حاجه، فانا مش هجازف. كتب لي جواب للدكتور جورج ان هو يركب دعامات في الشرايين اللي هو التاجي والاورطي. قال اللي هو هيساعد بقى يعني مثلا. قال لي يعني مش هتتعب زي ما بتتعب حاليا، يعني اما اركب لك الدعامات ديت مش هتبقى تعبان زي دلوقتي. انت يعني انا قدام مني انت بتقول انا بتعب من اقل مجهود، فعلا ده انت كويس ان انت بتمشي على رجلك. وما نسلك دول هنساعد الشريان الرئيسي ان شاء الله. برضو لما نعمل دول ونركب لهم دعامات انت هتحس بتحسن عن الاول، يعني بمسافات، بحيث ان انت دلوقتي الشريان ده منه مسدود خالص، بيخليك تتعب من اقل مجهود، وبيخليك ترجع اللي انت قلت عليه. والحمد لله يا حبايبي. انا بحب القرنبيط. اتفضلوا معانا احلى اخوات في الدنيا كلها. وليه باكل قرنبيط؟ عشان انا بحب القرنبيط. انا اكل والله لقمه بطاطس كده على ما اقصر، على قد نفسي يعني. عشت بصراحه الحمد لله. وفي بطاطس كمان. البطاطس سلقينها وعاملينها في بتاعت القرنبيط، الخلطه بتاعت القرنبيط. وانا بشكر كل اخواتي اللي بيدعوا لي وبيدعوا لزكية اختي. الحمد لله ربنا طمنا عليها وروحت وقاعده في وسط عيالها، وانا رحت زرتها يا حبايبي. طلعت من عند الدكتور اللي انا حكيت لكم عليه ده، اللي هو قال لي انا مش عايز اجازف واعمل كذا كذا، حتى اتصلت بيا وانا جاي والله في الطريق
انت فين؟ انت لسه ما خلصتش؟ قلت له انا جاي عليك اهو، يا دوبك لسه مخلص الدكتور وجاي عليك. كتر الف خيرها يا حبايبي، كانت واقفه معايا صراحه وانا بدعي لها وبشكرها انها طبعا كانت تعبت مره واحده كده يا عيني، ودخلت والشبكه ومش شبكه وعمليه والحمد لله ان هي روحت بيتها بالسلامه. ربنا يخليها. قلت لها بقى الدكتور قال لي كذا 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 وبلاش وبتاع عشان خاطره. قالت لي خلاص بلاش، احنا نكلم الدكتور جورج ان هو يعمل ايه؟ نعمل الدعامات دي. قلت لها الحمد لله كل اللي يجيب ربنا كويس. ارنبيط حلو الايام دي. وقعدت معاها ارنبيط، قعدت معاها طول النهار يا حبايبي. انا ماشي من المستشفى الدكتور بتاع القلب دون بتاع الجراحه دون بيشتغل من 9 دكتور ل محمد 11. نبيل. دكتور محمد نبيل ده صراحه كتر الف خيره، وبشكر الدكتور جورج. انتهى قمه الاخلاق، قمه الاخلاق والله. الدكتور جورج اللي هو الدكتور محمد نبيل ده اللي هو بعتنا عنده الدكتور جورج صراحه. هو من نفسه قال لي بص مبدئيا في عمليه، بس انا في حاجات كده هشوفها الاول. عملت له ايكو جديد واشعه على شرايين الرقبه واشعه على شرايين الساقين والاورده. هو شافهم قال لي لا، وشاف الاسطوانه بتاعت البتاعه دي الاولانيه، القسطره الاولانيه اللي هي القسطره الاستكشافيه. فقال لي لا انا مش هعمل، ما انصحكش. انا اللي هعمل لك العمليه، انا بقول لك ما انصحكش بلاش، مش هجازف بيك. وانا كاتب جواب مفهم الدكتور جورج كل حاجه. ماشي يا دكتور الحمد لله، وانا راضي باللي ربنا قسمه لي يا حبايبي. في عمليه هيعملها لي هعملها، ما فيش هيعمل لي دعامات، ما في يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس. فعلا والله هو صبور فعلا والله. يعني ببقى قلقانه كده وهو ثابت والله. والدكتور جورج برضو جدد لي، يعني جدد علاج تاني 4 أنواع غير اللي انا باخده. في واحد على الريق، وواحد على الفطار مع الفطار، يعني وانا بفطر كده مع الفطار. حتى لقيت الدكتور بتاع الاجزخانه بيقول لي على ده مع الفطار. وفي واحد بعد الغداء، وفي واحد قبل النوم ب4 ساعات، قبل ما انام ب4 ساعات. الحمد لله. واحنا والله يعني المستشفى شفنا حالات والله تصعب على الواحد والله العظيم. كذا حد موجود يعني قاعد معانا بره في عامل عمليه القلب المفتوح. عامله الدكتور محمد نبيل ده اللي عامله لهم. عملت وجايه استشاره وبتاع، وقعدت في الرعايه اسبوع. والعمليه بتقعد قد ايه؟ القلب بتقعد 8 ساعات. في عمليه 8 ساعات على حسب الحاله، حسب الحاله اللي قدام منه. ولازم حد يتبرع بالدم صح؟ 8. قالوا اللي كانت قاعده جنب تونه قالت لها لازم ابنها هي بتقول انا ابني شغال في بتاع دون في جيم. الواد بقى لما العيال كلها لما في المستشفى قالوا له لازم 8 يتبرعوا، راح برع الدم. زمايله كلهم اللي في الجيم طلعوا اتبرعوا لامه وصراحه يعني وبتاع. فانا رحت قلت له طب عشان خاطر انا لو عملت عمليه ولا حاجه بتصل بيك اديني تليفونك وبعت الجيم كله اتبرع بيه بصراحه. قال انا يا عم واد مقدم شباب زي العسل والله. ربنا يخلي الشباب انا يا عم اجيب لك الجيم كله. قلت له ربنا يخليك، والحمد لله انت طمنت على مامتك. والحمد لله يا حبايبي فضل ونعمه من عند ربنا، احنا احسن من غيرنا كتير الحمد لله. الواحد يعني بيشوف الحالات اللي في المستشفى، بقعد ابص كده ده قلب مفتوح، ده صمام، ده مش عارفه عامل دعامات، ده يعني ربنا يكون في عون الناس. هي المستشفى كلها شامله القلب بس. هو جراحه اللي هي قدام المستشفى بتاعت رندا دي جراحه، بس جميله جدا جدا قلب. جدا بصراحه فوق الممتاز. نضيفه صراحه. الدكتور جورج هو اللي خلاني، اللي هو يعني رحلني للدكتور محمد نبيل ده اللي هو بتاع الجراحه اللي هو بيعمل قلب مفتوح. وفعلا يعني لو كل المستشفيات تخصص واحد بيكون احسن، يعني تخصص كلى، تخصص قلب، تخصص كبد، تخصص احسن والله العظيم. الحمد لله يا حبايبي ربنا يخليكم لينا. انا حاسس ان انا مش طالع والله انا طالع ادردش معاكم.
بس هو دلوقتي وقت العشاء هياخد كوبايه زبادي. بس انا اكلت لقمه على قد هو بس عشان قدام. حبايبي ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.